اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها. تفاصيل تجربة الأهلي الروعة أمام طلائع الجيش. تقرير بسيوني وشكر كولر. وعد دياب وتغليظ العقوبات. تعرفوا كل ده بس بعد الانترو، يا ريت تصلي على النبي وتحط اللايك للفيديو ودعموا القناة يا جماعة. أنا بشوف إن إحصائية بتقول إن أنتوا مش بتدعموا القناة خالص. إحنا عاوزينكم تدعموا القناة وتشتركوا فيها. عشاق أخبار الكرة في كل مكان، أهلا بكم. أقيمت أو لسه منتهية منذ فترة مباراة الأهلي وطلائع الجيش على استاد جهاز الرياضة العسكري. وطبعا كانوا عاملين حظر إعلامي كبير على مباراة الأهلي وطلائع الجيش بطلبات من مستر مارسيل كولر، اللي أدى سعادته الشديدة جدا جدا بالمباراة اللي قيمت مع طلائع الجيش. البروفة الأخيرة قبل مباراة الاتحاد العاصمة الجزائري. قبل ما ينتقلوا بقى البروفة الأخيرة دي اللي هي طلائع الجيش والأهلي، ومنعوا نقلها تلفزيونيا. مستر مارسيل كولر خارج معجب بالتجربة ومعجب بالمباراة اللي أقيمت وبتفاصيل المباراة، ومعجب أكتر وأكتر بمنع المباراة نقلها تلفزيونيا. وكابتن مارسيل كولر معجب أكتر وأكتر ببسيوني، عبد الحميد بسيوني، مدرب طلائع الجيش، اللي سلم تقرير فني كامل عن نادي اتحاد العاصمة الجزائري، وسلمه الكابتن خالد بيبو مدير التعاقدات في النادي الأهلي. حد يسألني ايه يا عم، هو شافه كابتن عبد الحميد بسيوني شاف الاتحاد العاصمة ده امتى؟ انت ناسي ان كان كابتن عبد الحميد بسيوني بيمرن الاخضر الليبي وواجه اتحاد العاصمة في الكونفدرالية. فعشان كده محضر تقرير فني مفصل عن النادي دوت، وقدمه الكابتن خالد بيبو. مجهز تقرير بمواطن القوة والضعف بالنسبة للاتحاد العاصمة. لكن خليني اقول لك تشكيل الاهلي في هذه المباراة بدأ بايه. بدأ تشكيلته كالآتي: في الشناوي في حراسة المرمى كابتن وقائد الفريق ومحمد هاني، في اليمين وفي الشمال كريم الدبيس، وفي القلب بقى محمد عبد المنعم ورامي ربيعة. نيجي الخط الوسط مع بعض. في وسط الملعب بقى هي المفاجأة، ان سألنا المسؤولين قال لك ان ديان كان بيلعب المباراة بس هي كانت مفاجأة، ومروان عطية وإمام عاشور. وفي الهجوم بقى رضا سليم وصلاح محسن وحسين الشحات. ده التشكيل اللي بدأ بيه المباراة مستر مارسيل كولر. فده التشكيل اللي بدأ في المباراة، والأهلي خرج بالمباراة فإذا بهدف واحد مقابل لا شيء. لكن كان يدير المباراة تحكيميا كابتن إبراهيم نور الدين، أحسن حكم في الحكام اللي بيمثله، يعني أحسن ممثل للجنة الحكام كلها. ادى 3 ضربات جزاء في المباراة دي. أول ضربة جزاء سجل منها اللاعب مروان عطية هدف المباراة الوحيد. وكابتن عبد الحميد بسيوني اشاد برضا سليم ومعجب بيه جدا، بيقول لك حته لعيب يعني ما شاء الله عليه تبارك الله. واشاد بيه وقال لتصريحات لينا ان ده مكسب رهيب للنادي الاهلي. رضا سليم اللاعب الجديد المنضم للنادي الاهلي. اما في الشوط الثاني نزل مصطفى شوبير، وفي الدقيقه 90 اتحسب على النادي الاهلي ضربه جزاء وسددها اللاعب احمد الشيخ لاعب طلائع الجيش، وصدها اللاعب مصطفى شوبير وتميز وابدع فيها. واللي عرفناه كمان ان اللاعب مصطفى شوبير خد تلت ساعة فقط وابدع وتألق فيها واثبت نفسه. وتألق في المباراة دي مروان عطية، محمد هاني، رضا سليم، اللي كابتن بسيوني منبهر وبيشيد برضا سليم جدا، وحسين الشحات وكهربا من اللي تألقوا في مباراة اليوم بالنسبة للاعيبة النادي الأهلي اللي تألقوا فيهم يعني. وتألق من لاعبي طلائع الجيش علي حمدي ومحمد فتح الله. وتألق فريد شوقي لنادي طلائع الجيش. طبعا اللي كان فريد شوقي ده اللي كان في نادي المصري قبل كده، انتقل لنادي طلائع الجيش. ولكن بعد كل ده الأهم في هذه المباراة إن بعد المباراة مستر مارسيل كولر راح وجه الشكر للكابتن عبد الحميد بسيوني وشكره. طيب حد يسألني وجه الشكر للكابتن عبد الحميد بسيوني ليه؟ لأنه لاعب جيم دفاعي ومقفل ونص ملعبه وبيلعب في نص ملعبه والكلام بهذا الشكل. ومقفل وبيلعب على المرتدات وهي طبيعة أداء لعب اتحاد العاصمة الجزائري. اتحاد العاصمة الجزائري اللي هيلعبوا النادي الأهلي إن شاء الله تعالى في يوم الجمعة المقبل على استاد الملك فهد يوم الجمعة المقبل. وبالتالي إن الراجل معجب بقى بإن اللي هيلعبه حصل، والاهلي طلع فائز بهدف واهدر ضربة جزاء اخرى، وتصدى مصطفى شوبير لضربة جزاء اخرى في الدقيقة 90 زي ما قلنا لكم.
لكن الجيم وتقارب خطوط نادي طلائع الجيش وتفاهم وانسجام لاعيبه النادي الاهلي والمهارات والكلام دوت، هو ده اللي فرح بيه الكابتن مستر مارسيل كولر، نفس طريقه اتحاد العاصمه الجزائري. لم يحضر هذه المباراة جماهير أبدا، واطمأن مستر مارسيل كولر على أداء لاعبيه، وخاصة اللي لسه راجعين من المنتخب، الدوليين اللي شاركوا مع المنتخب، الدوليين اللي هم محمد عبد المنعم ومروان عطية والحارس محمد الشناوي، محمد هاني ومحمد هاني. وأيضا كابتن حميد بسيوني قال إن صلاح محسن قدم مباراة رائعة وتألق وأبدع فيها. مباراة حفلت بالروح الرياضية والرقي والاحترام، وانت بتتعامل هنا مع مؤسسة عسكرية محترمة وفيها انضباط، فعشان كده احنا لقينا ايه روح رياضية مشتركة وتعامل باحترام وأدب في هذا المنظومة. وأشاد مستر مارسيل كولر بهذا التفاصيل كلها. تمام. المباراة في قمة الروعة، هي التجربة الأخيرة والبلوفة الأخيرة للنادي الأهلي. أظن محدش قال لك الكلام والتفاصيل دي غيري أنا، بفضل الله والشكر لله. أظن إن التشكيل اللي لعب بيه مستر مارسيل كولر هذه المباراة هو الأقرب لبدء في مباراة اتحاد العاصمة الجزائرية، اللي هو لعب بالشناوي ومروان قصدي عفوا بالترتيب بقى. نقول لك مين: عبد المنعم ورامي ربيعه وكريم الدبيس، ده مش هيبقى موجود، هيبقى علي معلول ومحمد هاني. في نص الملعب مروان عطيه ديانج، زي ما الناس بتقول ان هو ديانج لعب بس هو الماتش ما اتذاعش، فعشان كده الناس مش عارفه. ديانج وامام عاشور ومروان عطيه. وكمان لعب في خط الهجوم بمين؟ بصلاح محسن ورضا سليم وحسين الشحات. عمر رضوان حارس مرمى طلائع الجيش صد، هو نجم المباراة الأول، لأنه صد على مرماه باستبسال شديد، وهو نجم المباراة. كان ممكن يبقى بس في ظل الهجوم القوي اللي كان بيضغط عليه النادي الأهلي بيه. نخش في الموضوع التاني. صلي على الحبيب قلبك يطيب. قرعة الدوري أجريت اليوم وفي في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، والأهلي سيواجه النادي المصري البورسعيدي. وكمان ديربي القاهرة سيكون الأهلي والزمالك في الأسبوع العاشر. الدوري المصري ممتاز من الدوري المصري الممتاز. أنا عاجبني بس قبل ما نخش على تفاصيل قرعة الدوري الوعد الذي خدعه على نفسه النائب أحمد دياب بأن الجماهير ستصل ل10,000 وقابلة للزيادة. دي حاجة تفرح الجماهير المصرية عامة كلها. وان النائب احمد دياب مقدم طلب للجهات المعنيه، وباذن الله سوف ترى الملاعب مليانه في الموسم المقبل وهي سوف تصل ل10,000 او اكثر من كده. الكلام اللي بيتقال بقى ايه؟ ان هو سوف تصل الى نصف ساعه الاستاد، ولو الكلام ده حصل يبقى 10/10 والدوري بتاعك هيبقى جميل جدا. ايه نصف ساعه الاستاد دي حاجه حلوه، احنا كنا بنقعد ب4,000 و1000 مشجع. الأهم من ده كمان بقى النهاردة تم تغليظ العقوبات في الموسم المقبل، واللائحة سوف تكون أقوى من كده. لما حصلت واقعة حسين الشحات واللاعب محمد الشيبي، هم حسبوا له أعلى عقوبة في اللائحة، بس كانت برضو ضعيفة. إنما المرة دي هنشوف بقى إيه اللائحة بتاعت الموسم المقبل اللي هينطلق يوم 18. هنشوف لائحة أكبر من كده بكتير، تغليظ العقوبات بجد يعني وبشكل كبير. خد التفاصيل من اخبار الكوره. ايه بقى العقوبات اللي اتغلظت؟ يعني الايقاف 4 مباريات بدل مباراتين لاي سلوك غير رياضي. ده مبدئيا بدايه الكلام يعني. اي سلوك غير رياضي تجاه اي عنصر من عناصر اللعبه، ايقاف 4 مباريات. والقرار التاني اللي اتخذوه ايقاف 8 مباريات لاعتداء على اي عنصر من عناصر اللعبه او اي حكم. يبقى لو اعتدى على اي حكم او اي حكم مساعد هيقف 8 شهور. يا نهار اسود، دي جديده دي. عشان نعرف ان الموسم الجاي هيكون موسم من افضل المواسم في الكره المصريه، لان هيبقى فيه عقوبات قويه. لان لو فاكر زمان اللعيبه كانت تروح تبرر الحكم عاوزين ياخدوا قلمين. دلوقتي لو هتبص له بصه او بيقول لك لو السب او النظرات دي هيبقى فيها 8 مباريات ايقاف او 8 شهور. دي الجديده بقى. دي غرامات اللي حطوها للعيبه يعني، واللي مسؤول اللي بيلعبوا في اللعبه والمشاركين في اللعبه. انما بقى للجمهور حطوا له غرامات متدرجه بالتدريج يعني. للجمهور بقى اول حاجه معانا السب الجماعي ب20,000 جنيه غرامه. والمره التانية يتم منع المتواجدين من التواجد في مباراتين. المرة التالتة إقامة مباراتين بدون جمهور. يبقى احنا كده عرفنا ايه التدرج. المرة الأولى 20,000 غرامة للجماهير، والمرة التانية إيقاف مباراتين وحضور بالتدرج. حرمان الجماهير مباراتين. بعد كده المرة التالتة يبقى ايه
المرة الثالثة بقى بتكون ايقاف الجماهير وعدم حضور جماهير للنادي دوت مباراتين على التوالي. يبقى حابين ننوه لحاجة التدريجة التانية، بس ان هي ايه، رقم 2، الحكاية رقم 2 ان ايه، ان هو لما الناس اللي شتمت وثبت هيتوقفوا مباراتين، مش هيروحوا يشجعوا فريقهم بس، مش كل الجماهير. انما المره الثالثه بقى هيوقفوا النادي دوت من جماهيره، هيحرموه من جماهيره مباراتين، هيبقى الاستاد بلا جماهير بالنسبه للنادي دوت، مثلا النادي الاهلي او نادي الزمالك، اللي هيغلط فيهم هيحصل كده، او اي نادي يعني على الاطلاق. كده نكون قلنا لكم كل حاجه في فيديو النهارده. ما تنسوش تدعوا لنا وتصلوا على النبي كده، وتدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناه، وتدعوا لنا ننزل لكم فيديوهات جديده وتحفزونا باللايك والاشتراك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والله لو ستر الله ما كانش حد فيكم اتفرج عليهم كسر المعصيه الذنوب. اللهم لا تتركنا الضلال ورحمنا رحمه الضمير حتى استطيعنا ننام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام جميعا على الله. اشوفكم على خير في فيديو جاي.